ازاي تخلي الكتابة سينمائية على ادوب بريمير برو؟ يلا بينا. اول حاجة نعملها النهاردة هنروح على حتة بروجكت ونضغط كليك يمين ونروح نختار نيو ايتم ونختار من نيو ايتم حاجة اسمها بلاك فيديو. بلاك فيديو زي ما الاسم بيقول بالظبط، هي تعمل لك فيديو كله بيظهره شاشة سوداء لمدة 5 ثواني. هتاخده وتعمله دراج اند دروب ونحطه على التايم لاين. احنا النهارده عايزين نخلي الفيديو بتاعنا 7 ثواني، فهنشده كده شوية لغاية ما يبقى 7 ثواني بالظبط. يعني شوية بالظبط كده. وبعد كده هنروح على التكست تول، نعمل لها سيلكت ونعمل شكل مربع بسيط كده على الفيديو بتاعنا اللي هو اللي هنحط فيه التكست. نحط بقى التكست اللي احنا عايزينه. انا هكتب مثلا سينيماتيك تايتل. تمام. وبعد كده هنروح نختار السيلكشن تول ونخلي التكست على قد الفيديو بتاعنا بالظبط لغايه الاخر معانا كده. هنقوم عاملين سيلكت للسينيماتيك تايتلز ونروح على الافكت كنترولز. هنلاقي حاجه اسمها تكست هي اتكونت، هنقوم ضاغطين على السهم اللي جنبها ده عشان يظهر لنا كل البروبرتيز بتاعتها. طبعا احنا ممكن نغير الفونت زي ما احنا عايزين. انا اخترت فونت اسمه تاهوما، انتوا طبعا ممكن تختاروا الفونت اللي انت عايزينه. بعد كده بقى ممكن نيجي نظبط السايز. احنا ملاحظين هنا السايز صغير شويه، فممكن سهم الماوس كده انت نلعب فيه لغايه ما نلاقيه بالحجم اللي احنا عايزينه. على سبيل المثال مثلا نخليه كده مثلا. تمام. وبعد كده هروح على الحته دي وظيفتها انها بتحدد المسافه ما بين كل حرف والتاني. انا هخلي المسافات ما بينهم 300 تبقى بالشكل ده كده. طبعا بقيه التكست مش ظاهر، هنشد دي كده عشان نظهره. نروح نختار السلكشن تول ونشده نحاول نظبطه في النص. وهنحتاج بعد كده ان احنا نروح على ويندو، نختار Essential Graphics عشان يظهر لنا الويندو بتاعت Essential Graphics على اليمين هنا. طبعا نتأكد ان احنا كل ده محددين التكست بتاعنا. هنلاقي حاجة اسمها براوز وإيديت. هنروح على إيديت وهنلاقي بعد كده الويندو دي ظهرت قصادنا. هنروح نضغط على المربعين دول وظيفتهم انهم بيسنطروا التكست ده في نص الشاشة. فنضغط ضغطة هنا وضغطة هنا كده. وبعد كده هنرجع لإفكت كنترولز، هننزل تحت نتأكد ان احنا لسه جوه التكست، وهننزل تحت كده لغاية ما نلاقي السكيل والأوباستي. فأول حاجة نعملها هنروح على الأوباستي ونخلي الأوباستي بتاعتنا ب0 ونتأكد إن إحنا في أول الكليب خالص هنخليها ب0. وهنضغط بعد كده على الساعة اللي جنب الأوباستي دي تعمل توجل أنيميشن عشان تعمل لنا كي فريم في أول الفيديو. وهنضغط على الأرو اليمين على الكيبورد عندنا لغاية ما يفوت ثانيتين بالشكل ده كده. وهنخليها 100 عشان يظهر التكست تاني. نكرر الخطوة دي تاني، نسيب ثانيتين هنخليها زي ما هي 100. فعشان نعمل كده هنضغط على الدايرة دي بتعمل كي فريم كمان نفس يعني نخليها 100 زي ما هي وبنفس الطريقة نتحرك ثانيتين كمان نكون عند الثانية الثابتة ونخليها 0 تاني. وبعد كده هنروح على السكيل، نرجع تاني لأول الفيديو ونضغط على علامة الساعة ونقوم شادين هيعمل كي فريم طبعا في الأول، نقوم شادين لغاية الآخر ونخلي 100 دي 110. هيعمل تأثير حلو كده. هنشوف في آخر الفيديو. نيجي نشغل الفيديو كده هنلاقي التكست بيظهر بالشكل ده كده. تمام. ممكن بقى عشان نخلي الاوباستي سموث اكتر نروح نعمل سيلكت لكل الكي فريمز بتاعت الاوباستي ونضغط عليها كليك يمين ونختار حاجه اسمها اوتو بيزيور. دي هتخليها سموث اكتر كده. ممكن نلاحظها لو شغلناها تاني دلوقتي. ممكن بقى عشان نضيف افكت شكله احسن كمان نروح على افكت هي موجوده هنا ونعمل سيرش على افكت اسمه جازيان بلور. جازيان بلور ده افكت احنا كنا متعلمين ازاي نستخدمه قبل كده. لو مشفتوش الفيديو هتلاقوا اللينك في الاي فوق. هناخده ونعمله دراج اند دروب ونحطه على التكست بتاعنا. لو عملنا سكرول فوق كده هنلاقي جازيان بلور الافكت بتاعنا ظهر. بكل بساطة هنروح على اول فيديو خالص ونخلي البلورينس 100. نعمل كي فريم في الاول، هتحرك ثانيتين
وخليها 0، هنعمل نفس اللي احنا عملناه مع الاوباسيتي يعني. خليها 0 وبعدين نحركها كمان ثانيتين ونضغط الدايرة دي عشان نخليها 0 برضو، نحركها كمان ثانيتين عشان توصل للثانية الستة ورجعها تاني ايه 100. نجرب نشغل الفيديو ده كده، هنلاقيه بقى بالشكل ده كده، هنلاقيه بيظهر في الأول وبعد كده بيختفي ايه في الآخر ببلور خفيف كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. متنسوش لايك الفيديو واشتركوا في القناة، طبعا على صفحة الفيسبوك اللينك بتاعها تحت الديسكريبشن. وبس كده، سلام.